خليهم عايشين تجربتهم ورافعين اسم دولنا وديننا بالمحافل الغربية. هذا شغلة مهمة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم سامي صلاح الدين. اليوم بدي أحكي عن موضوع: هل انتقال اللاعبين المحترفين العرب والمسلمين في أوروبا اللي بأكبر الأندية وأهمها للدوري السعودي أفضل للدوري السعودي أو لمشروع السعودية بجعل دوريها دوري عالمي، أو أفضل للاعبين هذولا ولا لا؟ أنا وجهة نظري إنه لا. الأفضل إنه اللاعبين العرب والمسلمين الموجودين بأقوى الأندية الأوروبية ضلهم بأوروبا، لأنه مشروع السعودية بده وقت. نبدأ بموضوع محمد صلاح. محمد صلاح تحديدا هو اللي خلاني أحكي في الموضوع، لأنه الناس عم تحكي إنه انتقال محمد صلاح أو إنه عروض مقدم ولازم محمد صلاح يجي على الدوري السعودي. الدوري السعودي يا حبيبي مش أفضل لمحمد صلاح، ولا أفضل لنجيب محمد صلاح، ولا تحكوا إنه بدنا نجيب محمد صلاح على الدوري السعودي، لأنه هذا حيضر فيه. إحنا يعني خلينا المكتسبات اللي حققوها أو اللي حققناها كعرب ومسلمين ضلنا محققينها. محمد صلاح هسه حاليا لاعب صف أول من السوبر ستار العالميين بسبب وجوده في ليفربول والدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي، يعني عم بصنع تاريخه. خلوه موجود، لا تقعدوا تحكوا نوديه على الدوري السعودي بيختفي. حاليا ما حيتميز، لأنه محمد صلاح هسه حاليا عمره 31 سنة، باقي له سنتين ثلاث على عمر 34 يا عمي. بعد 3 سنين احكوا معه يجي، اوكي ما في مشكلة. بيكون اللاعب بده يعتزل، ما في اي مشكلة، وبكون لساته فيه يعطي عمر 34 لسه فيه حيل يعني. اما حاليا لا، بعده عنه. محمد صلاح، رياض محرز، اللاعبين اللي اي لاعب، يعني انا يمكن ما بستحضر جميع الاسماء السوبر ستار، طبعا مغاربيين تحديدا وجزائريين الموجودين بأقوى الدوريات العالمية، هذول خلوهم في الدوريات هاي. انتوا جيبوا لاعبين حاليا بالسعودية، بنجيب لاعبين اللي هم ما يكونوش عرب أو مسلمين عشان ما نخرب عليهم. خليهم عايشين تجربتهم ورافعين اسم دولنا وديننا بالمحافل الغربية. هذا شغلة مهمة جدا. فمحمد صلاح يعني لو اجى على الدوري السعودي لا حيضيف اشي حاليا للدوري السعودي، ولا موضوع احنا نحكي انه والله مثلا هذول اللاعبين عرب مسلمين انه مثلا بيجوا هناك البيئة مناسبة لهم. نعم، بحال انه كان اللاعب هذا ناشئ بفرنسا وبده هو اي عذر يروح يسكن بمنطقة اسلامية. مش لاعبين اصلا هم من يعني مثلا زي محمد صلاح سكان مصر، ودائما بمصر قاعد، بروح هناك يعني بيقعد في مصر بجوز اتوقع قد ما بيقعد في بريطانيا، وهو متربي في مصر، فهو اوريدي يعني موجود في دولة اسلامية، ووجوده هناك مؤقت في انجلترا وان طال. اما لاعبين مثلا اللي هم مستقرين بفرنسا باسبانيا بالمانيا ومولودين هناك، ممكن يكون لهم عذر، يعني هذا مثلا تشكل وسيلة ضغط عليهم انه والله هو عايش في المانيا او في فرنسا اجواء يعني مش مناسبة له كمسلم، وحابب انه يخوض تجربة انه يعيش في دولة مسلمة. ممكن هذا يشكل عامل يعني جذب له. طبعا احنا ما بنحكي عن الفلوس، بنحكي عن الناحية الثقافية. اكيد الفلوس تجذب اي انسان، ولكن كمان وجوده في الدوريات الاوروبية بتحقق شهرته اكثر وبتعطيه عروض اكثر. بس اذا راح على الدوري السعودي يمكن ياخذ اول فترة مصاري، بعدين خلص بيختفي قيمته السوقية. يعني بكون زي اخذ تقاعد لما خلينا نحكي مبلغ مقطوع، ما فيش تقاعد، خلص بيجي بياخذ مثلا على الدور السعودي بياخذ له مبلغ وقدره، بعدين خلص انتهى، يعطيك العافية. بطل له قيمة السوقية، بعد سنتين ثلاث ما عاد حدا حيشتري بمبلغ. بس بالدوري الأوروبي حيضل يزيد قيمته على عمر كبير، بكون حقق بقمة نجوميته وعمره تعدى 33 34، اوكي ممكن انه هو يغامر يروح على دوري تاني اذا خلص الدوري السعودي وياخذ خلينا نحكي مبلغ ويفيد ويستفيد.
فعشان هيك أنا يعني برجو من القائمين على الدوري السعودي يبعدوا عن اللاعبين السوبر ستار العرب والمسلمين اللي موجودين بأوروبا. خليهم بأوروبا يا عمي، ويكملوا مشوارهم ل 33 على الأقل، 32 33 بعدين بتبدوا تحكوا معهم. أما اللاعبين التانيين الأوروبيين عم يجيبوهم مين ما كان يكون، جيب أي واحد في مصلحة لإلنا نجيبه حتى لو عمره 20 سنة، مش سائلين فيهم. إحنا بنسأل في العرب والمسلمين فقط. هذا بالنسبة لموضوع إن نجذب اللاعبين العرب والمسلمين، وخاصة أنا بحكي عن محمد صلاح ورياض محرز، هدول اللاعبين تحديدا، بالإضافة لحكيم زياش والنجوم المعروفين والنجوم الصاعدين من المنتخب المغربي من كأس العالم. خلينا نبعد عنهم، خليهم بالدوريات الأوروبية يلمعوا هناك وبعدين بنشوفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.